اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب إن شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين بالسنة الجديدة، وإن شاء الله يا رب اجعلها سنة سعيدة علينا وعليكم يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. النهاردة بقى ايه هنعمل؟ ايه شوية ايه أجنحة. بصراحة نزلت كده ولقيت المجزر اللي عندنا عامل عرض 4 كيلو ب150 جنيه. فأنا قلت بقى أجيب، طالما العرض كده عجبني بصراحة، حلوين يعني 4 كيلو كويسين، يعني قلت اقسمهم بقى على مرتين عشان هما كتير بصراحة. النهاردة بقى هنعمل ايه؟ هنعمل معاها شوية مكرونة وشوية بطاطس وكده. انا هغسلهم هنا، هنحط عليهم شوية ملح. بصراحة ما كانش عندي ليمون، نسيت الليمون، سقطته خالص بصراحة، جبت الحاجة ونسيت الليمون. يا دوب بس كده هنغسلهم بشوية ملح، وكنت حاطط معلقة سكر اهي كده اهو. نضفتهم تنظيفة حلوة طبعا وغسلتهم كويس، وقلت اما ايه بقى وقسمتهم بصراحة يعني عشان هما ال4 كيلو كتير. بس يا حبايبي ده هيتسلق، يعني يتسلق نص سلقة قبل ما يتحط في الخلطة اللي انا هعملها. ماشي. دي صينية اهي صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، هنحط حبة ملح وحبة فلفل، وهنحط بابريكا. البابريكا مهمة جدا عشان تديكي اللون الأحمر بتاع المطاعم. عفوا. وهنحط ايه؟ كاري وكركم. عفوا يا حبايبي، عفوا. كاري وكركم وفلفل وملح وبودرة الزعفران اللي انا جايباها دي. بصراحة جميلة، بتدي لون حلو قوي. لو عملتيها بالرز البسمتي وحطيتي شوية بودرة زعفران تبقى تحفة بصراحة، بيبقى جميل قوي. هنعجنهم بقى، يعني ايه، هنعجنهم عجنة ايه، ما تكونش زي عجينة الكيكة. يعني ما تقلهاش قوي علشان ما تبقاش متماسكة وماسكة في الجناح، لما تيجي تحطيه كده ما يبقاش مكلكع. لازم ايه، تبقى خفيفة شوية. هي نفس عجينة الكيكة بالظبط. بس بصراحة طلع تحفة تحفة تحفة. يعني أنا بصراحة ما باجيبش الأجنحة دي على طول، يعني أنا لما لقيتها عرض، والله أقسم بالله أنا أول مرة أجيبها أصلا. يعني جارتي بتقول لي يعني الأجنحة بصراحة حلوة وجميلة وكده، بس فأنا قلت أجربها يعني. بصوا أهي، نفس عجينة الكيكة. والطبق التاني ده هنحط فيه إيه؟ نفس اللي حط، بس هنحط نشا بقى هنا. هنحط معلقتين نشا عشان يديكي إيه، الطبقة اللي من فوق تبقى مقرمشة شوية. نحط معلقتين نشا، نفس التوابل اللي حطيناها هنحطها هنا. بودرة زعفران، يعني ما تكتريش عشان احنا كترنا في الخلطة الأولانية. يا دوبك كده شوية، ربع معلقة. وشوية ملح طبعا عشان الحاجة تبقى مظبوطة. وحبة فلفل برضو صغيرين مش كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب. وادي حطينا هنا برضو حبة بابريكا صغيرين، وده بيكنج باودر معلقة كبيرة. لو عندك البيكنج صودا ماشي حلو. امبارح عملت ايه؟ امبارح عملنا مسقعة بس ما صورتهاش بصراحة، عادية بقى، بس كان طعمها حلو قوي. وكل يوم بقى محتارين، كل يوم نقول عن نعمل اكل ايه، نعمل اكل ايه. هنا كنت غسلتها حبايبي اهو، وغسلتها يعني غسلتها كويس بصراحة. ماشي. وزي ما قلت لكم انا قسمت ال4 كيلو دول، مش ال4 كيلو كلهم حبايبي. هنا بقى هنعمل ايه، شوية هنسبك القوطة. انا عندي قوطة متفرنزة في الفريزر عندي. لو هروح السوق ولقيت شوية قوطة كده يعني حلوين عاجبني، فبجيبهم معايا واروح ضرباهم في الخلاط طبعا، واسبكهم واشيلهم متسبكين. بس ما بجيبش القوطة الغالية، يعني ممكن تكون شروة على 5 جنيه، على 6 جنيه كده يعني. واجيب القوطة التانية بقى تبقى ايه سلطة لأي حاجة في البيت، حد يقطع، ناكل جبنة بخيار، ناكل نقطع القوطة عليها كده يعني. هو ده هيتسبكوا بقى ايه.
وبعد كده هنعمل إيه، نعمل إيه، المكرونة لأ أنا حطيت معلش حطيت المَيّة كانت غليت، وقُلت أمّا هي أسلُق الأجنحة، والمَيّة هنا لسه ما غليتش بتاعة المكرونة، يعني يا دوبك علشان أنا لو قبل يعني لو ما اتسلقتش هيبقى فيها دم من جوّه، بس السلقة إيه، عفوًا، السلق يعني نُص سِوَّ مش ما تسويهاش أوي عشان ما تتهريش منِّك. هنا طلّعتها خلاص وصفيتها، وهنا حطيت المكرونة أهي، قلنا نغيّر بقى على طول باجيب قلم يا إما مقصوصة من الكبيرة، حَوّة، حَوّة بصراحة حلوة، المكرونة حَوّة جميلة جدًا، أنا باستعمل حَوّة على طول. فين الاشتراك بقى يا حبايبي، فين الاشتراكات بقى؟ أهو أنا خلّصت هنا كده سلقتهم أهو، علشان الدم يا جماعة والله، الدم من جوّه مش بيبقى شكله مش حلو بصراحة. وهنا هنحطهم كلّهم في الخلطة، أنا قسمتهم حطيت شوية هنا وحطيت شوية في الصينية التانية. فين الاشتراكات بقى يا حبايبي؟ الاشتراكات بصراحة يعني مخلية نفسيتي تعبانة والمشاهدة وكله يعني. يا رب الفيديو يعجبكم إن شاء الله يا رب، وأكون خفيفة على قلوبكم يا رب إن شاء الله. أنا هاحط الكمية كلها وأحطها في الخلطة دي في الدقيق، وبعد كده أروح مطلعاها كلها إيه، باحب أعملهم كلهم الأول عشان لما أجي أقلي ما أحط إيدي وأطلّع لأ على إيه بقى، نعملهم كلّهم الأول وبعدين إيه حاطينهم في الطبق الكبير أو بولة عندِك أو صينية أي حاجة، وبعد كده إيه نقليهم على طول. يا رب، يا رب، يا حبيبي يا رسول الله، أستغفرك وأتوب إليك يا رب، أستغفرك وأتوب إليك يا رب. الحاجة غالية يا حبايبي، كل حاجة غالية. أهو أنا باوريكم أهو، باحب أخلّصهم كلّهم بقى وراكناهم على جنب، وبعد كده أمسك بقى إيه أقلي فيهم إيه واحدة واحدة. هنا كنت خلّصت أهو يا حبايبي، هو المقطع بتاع المقلي راح فين؟ ضاع مش موجود، يالّا بقى مش مشكلة. أدي حمّرت جنبيهم طبقين بطاطس، وبنحب ناكل الفلفل الحراق ده. يا رب الفيديو يكون عجبكم يا رب إن شاء الله، إن شاء الله هيعجبكم بإذن الله. جرّبوها بالطريقة دي والله العظيم تحفة. كَلنا فيها يعني كَلنا بصراحة. شايفين؟ والحتّة حلوة يعني كده جميلة بصراحة. أنا قسمتهم بقى ما قليتش الكمية كلّها، اللي ييجي ياكل بقى. أشوف وشكم على خير يا حبايبي.